هل عمرك سألت نفسك هل أنا فعلا مقتنع بالرأي ده ولا بس لأن اللي قاله شخص بحبه وبحترمه؟ وهل رفضي لفكرة معينة سببه إنها غلط ولا بس لأن اللي قالها شخص مش طايقه؟ النهاردة هنفكك واحدة من أخطر العادات الفكرية اللي بتتحكم في وعينا من غير ما نحس، تحكم العاطفة في المنطق. أهلا بيك في سناكس وعي، والنهاردة عندنا لقمة تقيلة شوية. واحدة من أغرب عادات العقل البشري إنه بيشوف الناس قبل ما يسمعهم. يعني الرأي الصح ممكن نرميه في الزبالة بس لأن اللي قاله فلان اللي ما بنحبوش، وفكرة تافهة بنرفعها للسما بس عشان فلانة حبيبتنا قالتها. المشكلة إننا بنفقد القدرة على التمييز، وبدل ما نحكم على الفكرة بنحاكم صاحبها. العقل بيحب يرتاح، بيحب يصنف الناس في قوالب، ده فاسق، ده تقي، دي كذا وده كذا. والمصيبة لما نغلط ونتعامل مع القالب مش مع الحقيقة. يعني لو شخص مش كويس قال حاجة حلوة نقول بيخدعنا، ولو شخص كويس قال حاجة غلط نقول أكيد كان يقصد خير. وهنا السؤال اللي لازم نسأله لنفسنا، هل بنفكر بعقلنا ولا بمشاعرنا تجاه الأشخاص؟ الفكرة مش إنك تشك في كل حاجة، لكن تبطل تكون خصم وحكم في نفس الوقت. لما تفكر افتح دماغك قبل ما تفتح قلبك، اسمع حتى لو مش عاجبك، وساعتها يمكن تكتشف إنك طول عمرك كنت بتسمع اللي بتحبه مش اللي ينفعك. كل العظماء اللي غيروا العالم كانوا متواضعين في آرائهم. الإمام الشافعي قال إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط. مالك بن أنس قال كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر. يعني حتى الكبار كانوا مستعدين يغيروا رأيهم. الانحياز مش دايما شر، لكنه أحيانا بيعمي. وفي عالم كل يوم بيتغير، المرونة مش رفاهية، دي وسيلة نجاة. اسمع، شوف، جرب، وافتح مخك للي مش متعود عليه. هنتكلم بعد كده عن الفرق بين السؤال والتساؤل. خليني أقولك حاجة، السؤال ده زي ما تشغل جوجل مثلا وتكتب ازاي أكون سعيد وتقفل الموبايل بعد دقيقة. أما التساؤل ده زي ما تقعد لوحدك في غرفة هادية وتوفر سينك وتفكر ايه المعنى الحقيقي للسعادة عندي، ايه الحاجات اللي بتخليني أتألم وأنا متقبلها، وتقعد تراجع نفسك في حاجات كتير وتدور انت على الإجابات لنفسك. الفرق هنا ان التساؤل بيخليك تكتشف إجاباتك، مش إجابات جاهزة من هنا وهناك. تخيل ان كل العظماء من الأنبياء للفلاسفة كان عندهم نقطة مشتركة، ما كانوش عايزين حد يجاوبهم. النبي إبراهيم عليه السلام سأل عن القمر والشمس. محمد صلى الله عليه وسلم كان في غار حراء بيتساءل عن الحياة. من فترة بدأت أشوف فيديوز عن ناس قالوا إحنا ورثنا الإسلام من أهلنا، بس بدأنا نبقى أوعى بالدين ودخلناه بكامل قوانا العقلية دلوقتي. وفيديو عن بنت كانت مسيحية وقالت برضو أنا ورثت الدين من أهلي، وكان في تساؤلات كتير قوي ما كنتش بلاقيها، وكنت بستغرب هو أنا ديني صعب للدرجة دي إن إجابات الأسئلة دي مش لاقياها. بدأت تتساءل كتير وتبقى أوعى بكل حاجة، وقررت تخش الإسلام بعد تساؤلات هي اللي لقيت إجابتها بنفسها. وقالت ما بقولش لحد يعمل نفس الحاجة، بس يعيد التفكير تاني في الحاجات اللي ورثها عن أهله، سواء ديانة أو شغل أو معتقد أو طريقة تفكير حتى. طب ليه التساؤل صعب؟ بص، التساؤل مش رحلة سهلة، هو بياخد وقت وبيوجعك وبيخليك تحس انك ضايع وتايه اوقات كتير قوي، لكن في الاخر الاجابات اللي بتوصل لها بنفسك بتكون جزء منك انت. زي ما ابو حيان التوحيدي فيلسوف الادباء كان بيكتب اسئلة تخلي القارئ يتعذب عشان يكتشف الحقيقة، وكتب علم النفس بتشتغل على مبدأ التساؤل، بتخلي القارئ هو اللي يلاقي الاجابات بنفسه، هي بس مجرد بتنور له الفكرة العامة. زي ما أنا في كل نظرية في آخرها بطرح أسئلة معينة علشان تبدأ أنت اللي تجاوب عليها بنفسك. احنا عايشين في زمن الإجابات السريعة، شوف التعليقات، اسأل جوجل، خد رأي فلان. لكن الحل الوحيد عشان تكبر عقلك إنك تتقبل الضياع قدام أسئلتك الصعبة. زي ما النظرية بتقول الجواب اللي بتوصله بنفسك حتى لو كان غلط أحسن من 1000 إجابة جاهزة. طيب إزاي تبدأ؟ هات ورقة وقلم واكتب 3 أسئلة مزعجة دايما بتهرب منها. 1. ايه اللي بخاف منه وبتصنع انه مش موجود؟ 2. ايه المعتقدات اللي ورثتها من المجتمع وما بقتش مقتنع بيها؟ 3. لو حد قال لي ممنوع تسأل حد غير نفسك، هبدأ ازاي؟ تعالوا نتكلم عن تأثير الأربعة. في تجربة نفسية مشهورة، دخل شخص عادي غرفة مقابلة وظيفية مع 8 ممثلين، كل ما يسمعوا جرس الكل بيقف فجأة وبعدين بيقعد. الراجل اللي مش عارف الخدعة في الأول كان بيحاول يفهم، لكن بعد شوية بيبدأ يقلدهم من غير ما يعرف ليه.
والأغرب لما كل الممثلين خرجوا وبقى هو لوحده، فضل برضه يقف ويقعد مع الجرس، وبدأ حتى يقنع الناس الجديدة اللي بيخشوا بعده يعملوا زيه بالظبط. دي مش لعبة، دي حرفيا حياتنا. لو 4 من الناس حواليك عملوا حاجة، عقلك بيقولك ما ينفعش كلهم يبقوا غلط، يبقى أنا اللي مش فاهم أو أنا اللي فيها العيب. ومن هنا خليني ألفت نظركم للرقم السحري 4. العلم اكتشف إن مع شخص واحد حواليك بتكون مستقل في قرارك، مع 2 بتبدأ تشك، مع 3 بتحس إنك غريب، لكن مع 4 عقلك بيشتري تذكرة درجة أولى للقطيع. في برنامج الكاميرا الخفية ناس دخلوا أسانسير ولقوا 4 أشخاص واقفين بوضعية غريبة زي قصر حرب كده بالظبط. المقلب ده اتعمل على 10 أشخاص، 8 من أصل 10 أشخاص دخلوا الأسانسير ده وقلدوهم من غير ما يسألوا. طب تفتكروا ليه بنعمل كده؟ السبب خوف من النبذ الاجتماعي. المخ بيفضل انه يتأقلم على انه يخسر قبول الناس حتى لو كان التصرف ضد المنطق، زي ما العالم سوليفان آش أثبت لما خلى ناس تختار خطوط متساوية، لكن لما شافوا 6 من الناس بيختاروا الإجابة الغلط، 86% منهم فضلوا يكذبوا نفسهم ويوافقوا الناس اللي اختاروا اختيارات مختلفة. الموضوع مش سهل، المجتمعات المتطرفة والإعلام والموضة وحتى ترندات السوشيال ميديا كلها بتستغل الضعف ده فينا. هات ورقة واكتب، في مرة اتعاملت فيها زيهم من غير ما تفكر؟ 2 ايه الحاجات اللي برضو بقالها سنين في حياتك بس لأن الكل بيقولوا كده؟ 3 ودي أهم واحدة فيهم، هتقف قدام المراية وتسأل لو أنا كنت لوحدي في الكون كله هبقى مقتنع باللي بعمله ده؟ هفضل فخور ومكمل في اللي أنا فيه، أو حتى هحب المكانة اللي أنا اخترتها لنفسي أو أسلوب الحياة اللي أنا عايشها؟ ما تخليش رقم 4 يتحكم فيك. الفرق بينك وبين القطيع انك تقدر تقول انا مش هطلع الاسانسير ده. الجزء اللي بعده بعنوان لعبة القبعات ال6، وصدقوني هتستمتعوا جدا في البارت ده عشان بجد حسيت ان هو يعني في الحلقة كلها البارت الاقرب ليا بصراحة. تخيل لو عندك 6 شخصيات عايشة جوه دماغك، وطبعا اكيد هما مش 6، هما اكتر من كده بكتير، بس اللعبة أو التجربة اللي عملوها هنا على 6 شخصيات أو 6 قبعات. واحدة متشائمة، واحدة متهورة، واحدة عاطفية، واحدة عقلانية، واحدة مبدعة، وواحدة حكيمة. مين منهم اللي بيقود قراراتك دلوقتي؟ النهاردة هنتعلم لعبة ذهنية هتغير طريقة تفكيرك. سنة 1985 دكتور إدوارد دي بونو قدم فكرة القبعات ال6 كأداة ثورية للتفكير، لكن لو بصينا حوالينا هنلاقي ان معظم الناس يا اما عاطفيين بياخدوا كل قراراتهم according to المود بتاعهم على حسب مزاجهم، او سلبيين بيشوفوا المشاكل بس والجانب السلبي من كل حاجة بس، او ناس اندفاعية بيقولوا خلاص يلا نعملها، يلا تجربة no risk no fun من غير اي دراسة. المشكلة اننا بنحب القبعة الواحدة اللي مريحة لينا وبنرفض نلبس الباقي، زي المدير اللي بيقول انا مش عايز اراء، انا عايز انفذ، وبعدين يتفاجئ ان هو فاشل او ان هو عمل حاجة فاشلة بوظت كل حاجة. قالوا ناخد جولة سريعة في معرض القبعات. رقم 1 القبعة السوداء، دي بتقولك خد بالك في 5 اسباب ممكن تخلي الفكرة تفشل، مهمتها كشف المخاطر، لكن لو فضلت فيها هتتحول لسلبي مزمن. 2 القبعة الحمراء، دي صاحبة بحس اني مش مرتاح من غير ما تعرف ليه، تحذير مشاعرك ممكن تخدعك لكنها برضو مهمة عشان تعرف إحساسك الحقيقي. 3 القبعة البيضاء، بتسألك ايه البيانات والأرقام اللي عندك، اطلع بالدليل الفلاني عشان أساعدك تاخد القرار، زي لما تسأل كده صاحبك انت جربت الكورس ده ولا بتقول كلام من الهوا. بتبقى دايما عايز دليل قاطع عشان يكون عندك حاجة بتدعم قرارك أو تفكيرك. 4 القبعة الخضراء، دي بتصرخ، عندها كمية كرياتيفيتي مش طبيعية. 5 القبعة الصفراء، دي كده عندها حبة من التفاؤل اللي يعني بيدعموا الموضوع من الجانب الإيجابي، بتقول يا جماعة في فرص ذهبية هنا، يلا ناخد الستيب. القبعة الزرقاء، ودي بقى مدير الجلسة اللي هو انت، اللي بيقول كفاية كلام خلاص يلا ناخد القرار. جرب الخطوات دي مع أي قرار مهم. 1 ابدأ بالأبيض، جمع الحقائق كلها. 2 شغل الأحمر، اسأل قلبك. 3 جرب الأسود، اكتشف السلبيات. 4 اطلق الأخضر، ابحث عن البدايل. 5 استمتع بالأصفر، فكر في الإيجابيات. 6 اختتم بالأزرق، خد القرار النهائي.
مثال عملي مثلا، تخيل انك عايز تغير شغلك وتعمل شيفت كارير. الأبيض هتدرس الراتب والمسافة وفرص التطور. الأحمر هتسأل نفسك هل أنا متحمس فعلا، أو هل ده مكاني، دي شخصيتي، ده أنا البوزيشن ده بتاعي. الأسود هتفكر ايه أسوأ حاجة ممكن تحصل. الأخضر ممكن تتفاوض على شروط أحسن بدل ما تستقيل. الأصفر هتقول إن الشغل الجديد ده ممكن يفتح لي أبواب جديدة. الأزرق قررت أجرب لكن بهدوء. ودي بجد خطيرة لو طبقناها على كل حاجة في حياتنا، لأنها هتخليك تكتشف تناقضاتك كلها. ممكن تلاقي نفسك عاطفي مع أهلك، سلبي في شغلك، مبدع مع صحابك. الحل إنك تعترف إنك مش شخصية واحدة، وإن كل القبعات دي هي أنت. جرب النهاردة تلبس قبعة مختلفة عن شخصيتك المعتادة، وشاركنا النتيجة. سجل في كومنت أنا النهاردة كنت القبعة اللون الفلاني مثلا. جربت مرة تحل مسألة حسابية بمخك؟ أكيد كلنا جربنا ده، بس بعد خطوتين بالظبط مخنا اوريدي هيقف، مش هنعرف نكمل باقي الستبس وهنتوه. العقل البشري مع كل عظمته بيعجز عن تتبع أكتر من 3 أفكار متتالية، لكن لو كتبتهم في ورقة هتكتشف علاقات مخفية بين الأفكار، وهتفتكر تفاصيل ضايعة برضه، وهتولد حلول جنونية ما كنتش هتوصلها لوحدك. تخيل مثلا إنك عايز تفتح مشروع. بالطريقة الذهنية أنا هشتغل، هكسب فلوس، هوسع المشروع، أو السلام خلاص كده. لكن الطريقة الورقية هتكتشف إنك ممكن تبدأ أونلاين الأول، تتعاون مع حد، تستثمر في حاجة تانية، تخليها فرانشايز. هيجيلك أفكار وبرانشات كتير قوي للموضوع. توني بوزن عالم الذكاء البريطاني اكتشف ان التفكير الخطي، اللي هو النقطة 1 هعمل كذا، النقطة 2، النقطة 3 بشكل متتالي 1 2 3، بيقتل الإبداع. لكن لما تفكر كشجرة، تكتب الفكرة الأساسية في النص زي جذع الشجرة الرئيسي، وترسم فروع رئيسية حواليه زي أهداف كبيرة، فلوس، أسرة، صحة، علاقاتك، أيا يكن، بس على هيئة فروع رئيسية. من الفروع الرئيسية دي هتبدأ تتفرع لأغصان أصغر، التفاصيل بتاعت كل هدف الصغيرة بقى. تعالوا ناخدها كهيئة تمرين عمل. جرب النهاردة تكتب السعادة في وسط الورقة، زي ما تكون كده الجذع الرئيسي، واكتب 3 فروع أو ارسم 3 فروع طالعين منها: علاقات، شغل، نفسية. تحت علاقات اكتب التفاصيل الصغيرة، زي مثلا أصلح علاقتي مع أهلي، أزور صاحبي القديم، وهكذا. طيب تفتكر ليه بنكره أو ما بنستخدمش الورقة والقلم؟ لأننا بنحب الوهم المريح. أنا فاكر كل حاجة، وواقعيا أصلا احنا بننسى 80% بعد ساعة بالظبط. التفكير الذهني أسرع ماشي، لكن الأبطأ بيوصل لأبعد. دراسة في جامعة هارفارد أثبتت إن الكتابة اليدوية بتنشط مناطق إبداعية في المخ، مش بتشتغل مع الكتابة الرقمية. العباقرة من دافنشي لأينشتاين كانوا مدمنين ورقة وقلم. كل مرة هتفضل فيها التفكير في دماغك انت بتبني سجن، وكل مرة هتمسك فيها ورقة انت بتبني غابة. خد 5 دقايق النهاردة وارسم خريطة لعقلك عن أي موضوع يهمك. سنة 1897 الاقتصادي الإيطالي باريتو لاحظ حاجة غريبة، إن 80% من ثروات إيطاليا كانت عند 20% من الشعب، وإن 80% من محصول البسلة في مزرعته كان جاي من 20% من النباتات بتاعته. وبعد أكتر من 100 سنة لقينا إن القاعدة دي بتطبق على كل حاجة حوالينا. 20% من السواقين بيسببوا 80% من الحوادث، و20% من الدكاترة بيعملوا 80% من الأخطاء الطبية. حتى في شغلك 80% من الترقيات بتيجي من 20% من مجهودك. طيب ازاي تكتشف 20% بتاعتك؟ خد ورقة وقسمها ل4 أقسام. 1. الشغل، ايه 20% من المهام اللي بتحقق لك 80% من النتائج؟ مثلا لو مبيعاتك 100,000، ف80,000 جايين من 3 عملاء كبار. 2. العلاقات، مين 20% من الناس اللي بيدوك 80% من سعادتك؟ 3. المشاكل، ايه 20% من الهموم اللي بتبقى مسؤولة عن 80% من تعاستك؟ 4. الوقت الضايع، ايه 20% من العادات اللي بتبلع 80% من وقتك؟ سوشيال ميديا، اجتماعات فارغة. ابدأ حاسب نفسك على كل ده. مثال عملي،
لو عندك مشروع صغير ركز على 20% من المنتجات اللي بتبيع 80% من المبيعات. يعني الفكرة باختصار مجهود أقل يديك نتائج أكبر. تجاهل 80% من التفاصيل الصغيرة اللي مش بتديك ربح حقيقي. ليه بنفضل نضيع وقتنا في 80%؟ لسبب من 3. رقم 1، وهم الانشغال. بنفضل نشتغل كتير عشان نحس اننا ناس منتجة، احنا منتجين حتى لو الشغل ده مش فعال، بس اسمنا احنا اشتغلنا وقت طويل فاحنا عاملين مجهود، فوالله حتى لو ما جابش نتيجة فاحنا عملنا اللي علينا. نهتم بالكوانتيتي اوفر كواليتي، ما بنهتمش بالجودة قد ما بنهتم بالكمية. رقم 2، الراحة النفسية. انك تظبط 3 عملاء كبار اصعب بكتير جدا من انك تشتغل مع 20 عميل صغير، لكن النتيجة احسن. 3، الخوف من التركيز. بنخاف نركز على حاجة واحدة فبنوزع مجهودنا عشان نحس بالأمان. في 2010 شركة مايكروسوفت اكتشفت ان 80% من شكاوي ويندوز كانت جاية من 20% من الأخطاء، فركزوا على حل 20% دول. طيب ازاي نطبق القاعدة النهاردة؟ خد خطوة عملية. اسأل نفسك ايه 20% اللي ممكن أبدأ فيهم النهاردة عشان أوفر 80% من وقتي وجهدي. استثمر في العلاقات المهمة. قرر السؤال كل أسبوع عشان ما تقعش في فخ الانشغال الزائف. جرب تطبق القاعدة على مجال واحد في حياتك. هنتكلم عن لغز المواعيد. جربت مرة تروح ميعاد بدري، طب والنتيجة بتتأخر لأنك ضيعت الوقت في التسويف الوردي. عندي وقت هشرب قهوة هتفرج على الموبايل. بس لو صحيت متأخر هتلاقي نفسك تلقائي بتجري زي العداء الأولمبي، وبتوصل كمان في الوقت المحدد. تشرشل رئيس وزراء بريطانيا كان بيقول إذا أردت إنجاز عمل اديه الإنسان مشغول، لأن المشغول بيعرف إزاي يخلص بسرعة وإزاي يسرع وإزاي يرتب أولوياته، لكن الشخص الكسول بيعرف بس إزاي يتعجل. طب إيه الفرق بين السرعة والعجلة أو الاستعجال؟ الفرق بينهم زي الفرق بين الطيارة والصاروخ بالظبط. السرعة هي الطيارة، خبرة، تركيز، تنظيم، وصول آمن. لكن العجلة أو الصاروخ هو اندفاع زائد فوضى هيدينا انفجار. ازاي تتحول لإنسان سريع بدون عجلة بيعرف ازاي يعمل تايم مانجمنت أو يرتب أولوياته؟ رقم 1، ابدأ باختبار نفسك. حط ميعاد وهمي قبل الميعاد الحقيقي بساعة وشوف ازاي هتشتغل بتركيز. 2، حطم المهام. لو عندك تقرير كبير اكتب فقرة واحدة كل ساعة بدل ما تضيع اليوم كله. 3، اسرق من الوقت. استغل 10 دقايق بين المهمات في حاجة صغيرة زي انك ترد على ايميل او ترتب مكتبك. تعالوا نشوف الوصفة النرويجية للسعادة، ازاي تعيش كل يوم كأنه اول يوم في حياتك. تخيل لو ان كل يوم الصبح كان فرصة عشان تبدأ حياة جديدة تماما. جرب الخطوات دي كل يوم الصبح. 1، اغسل ذاكرتك. قول ما حدث بالأمس بقى هناك. وياريت لو تعملها ستيكي نوت كده جنب المنبه بعنوان مثلا let it go، أو فيما معناه يعني ان اللي حصل امبارح هيفضل هناك، وان النهاردة مطلوب منك طاقة جديدة بشغف جديد مش المستهلك بتاع امبارح. 2، ابحث عن الجمال الخفي زي شعور الامتنان بالظبط، ريحة القهوة، طعم القهوة، مناقشة مع حد لطيف. 3، اقطع المقارنات. اتوقف عن متابعة حياة الناس التانية، انت متعرفش معاركهم الخفية ولا الحرب النفسية اللي هما بيخوضوها كل يوم. لازم تخلي في يومك على الأقل 5 دقايق ضحك وهزار مع أكتر شخص انت بترتاح معاه في الكلام. 5، ذكريات الطفولة. جرب مثلا تعيد مشاهدة كرتونك المفضل، حاجة انت كنت بتحبها زمان والوقت خلاك تنساها أو تبقى مشغول في حاجة تانية. النهاردة جرب تكتب 3 حاجات صغيرة خلتك مبسوط الأسبوع ده، زي مثلا وجبة لذيذة، مكالمة من صديق قديم، نومة عميقة، أو ممكن طعم قهوة مميز مثلا. الحياة مش عبء. قبل ما تنام النهاردة اسأل نفسك ايه أجمل حاجة صغيرة حصلت لي النهاردة، وهل لو كان يومي الأخير كنت هندم على حزن النهاردة؟ تعالوا نتكلم في آخر فكرة النهاردة، جزءها الأول، الطرق الذاتية لقتل الأفكار. عندك 5 أسلحة فتاكة بتستخدمها ضد نفسك كل يوم تقريبا. 1، سلاح الكمال.
لازم الفكرة تكون بيرفكت، مكتملة بنسبة 100% قبل ما أشاركها. الحقيقة إن حتى آيفون الأول كان سيء جدا مقارنة بآيفون 15. 2. سلاح الشك الذاتي. مين أنا عشان أقدم حاجة جديدة أصلا؟ نفس السؤال اللي قاله كل بني آدم عظيم قبل ما يغير العالم. 3. سلاح المال والشهرة. هشتغل عليها بس لما أعرف إنها هتجيب فلوس. جوجل بدأت في جراج، ومارك زوكربيرج كان بيعمل فيسبوك وهو لسه طالب. 4. سلاح العقلانية الزايدة. ده مش منطقي، الناس هتفتكرني مجنون. لو نيوتن كان عقلاني ما كانش فكر ليه التفاحة وقعت. 5. سلاح التأجيل أو التسويف. هشتغل عليها بس بعد ما انهي المشاريع القديمة. بين قوسين، المشاريع القديمة عمرها ما بتخلص. الجزء التاني وهو الطرق الاجتماعية لقتل الأفكار برضو. رقم 1. الخبراء التقليديين. مفيش حد عمل كده قبل كده فيبقى مستحيل. بين قوسين، لو البشر سمعوا الكلام ده كانوا لسه عايشين في الكهوف. 2. المجتمع المحافظ. انت ليه مختلف عنا؟ خليك زينا. بين قوسين، العباقرة دايما بيتم طردهم من القطيع أولا. 3. الناس الحاسدين أو الناس الحسودة عامة. انت بتتخيل ولا ايه؟ ركز في شغلك الروتيني. بين قوسين، اللي بيحسدوك هم نفسهم أول ناس هتبين ان هي فرحاناتك. طيب ازاي تتجنب الحاجات اللي بتحصل معاك دي؟ جرب خطة الهروب من القتل. 1. اكتب الفكرة فورا. أي فكرة تيجي في دماغك سجلها في ثانية حتى لو كانت غبية. وملحوظة، مش لازم تكون الفكرة هتنقذ البشرية، ممكن تكون فكرة مشروع ليك، فكرة في حياتك، في علاقاتك، في نفسيتك، حتى لو كان ديكور في البيت بتاعك. 2. شاركها مع شخص شبهك متأكد انه هيدعمك فيها مش هيقلل منك. 3. طبقها بسرعة. خد خطوة عملية صغيرة خلال 24 ساعة حتى لو التجربة فشلت. ازاي تقتل بقى أفكار الآخرين باحترافية؟ مرفق مع العنوان إليك أفضل 10 أعذار لقتل أي فكرة جديدة. رقم 1. الفكرة دي مش من اختصاصنا. ترجمة: احنا بنحب الروتين. 2. جربناها قبل كده، مع انهم جربوها ب5% بس من امكانياتها. 3. المدير الكبير مش هيتفهمها. ايوه، لانك مش عارف تشرحها. 4. الأنظمة عندنا ما بتسمحش. بين قوسين، والله لو الأنظمة سمحت كان زمانك قاعد في البيت. 5. هتتكلف كتير بس المصروفات الشخصية للقيادات مفتوحة. 6. اكتب لي تقرير عشان أدفنه تحت الورق. 7. احنا مش الصين، يعني نفضل متخلفين أحسن. 8. أخليك واقعي. الواقعي ده هو اللي خايف من التغيير. 9. ركز في شغلك الأساسي، يعني اقعد زيك زي أي حد ما نسمعلكش صوت. 10. هفكر فيها. دي بقى أكذوبة القرن عشان ينسى. طيب ليه بنكره الأفكار الجديدة عامة بطبعنا كبني آدمين؟ السبب في 3 كلمات: الجهل، الحسد، الخوف. الجهل مش فاهمها يبقى مش هطبقها. الحسد لو نجحت هتبقى انت البطل مش انا. والخوف التغيير خطر فخليه على الله. سنة 1999 رفضت شركة بلوك باستر شراء نتفليكس ب50 مليون دولار لأنهم استخدموا كل الأعذار دي. النتيجة نتفليكس بقت تساوي 200 مليار، وبلوك باستر انقرضت أصلا، محدش يعرف عنها أي حاجة. لو فكرتك اتقتلت جرب الحاجات دي. 1. قدمها بطريقة مش هتخسر حاجة، ولو مش نافع مش هتخسر فلوس. دايما يعني ادي كده مساحة من الأمان للشخص اللي بيسمعك. رقم 2. استخدم لغة المكسب الشخصي. لو طبقنا الفكرة دي هتزيد مكافآت القسم. ولو انت مدير في شركة فأنصحك برقم 3، وهي ابحث عن حليف قوي. دبر حد في الإدارة العليا يكون مؤيد ليك في قراراتك. لما تقتل فكرة إبداعية ما تنساش انك ممكن تكون قتلت اختراع يغير العالم، أو حل المشكلة بتعذب الناس، أو حتى فرصة وحيدة لشخص ممكن تغير له حياته. وهنا ننتهي من نظريات الفستق والجزء اللي قبل الأخير. عزيزي المستمع، اسمع، فكر، اتحرك.